السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما تعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده جايبه لكم معايا وصفه من الوصفات الجميله جدا. الوصفه دي بتبيض البشره جدا، بتنعمها، بتغذيها، وكمان بتعالج الخطوط الرفيعه. الوصفه بتاعتنا دي النهارده بسيطه جدا، تكلفتها اقل من جنيه واحد، لكنها غنيه جدا للبشره، وتديها نضاره غير عاديه، بياض غير عادي، وبتدي للبشره تجديد، بتقشر الجلد الميت، كمان بتدي للبشره اضاءه كده وطله مشرقه رائعه جدا. الماسك بتاعنا النهاردة مناسب لجميع أنواع البشرة، لكن في مكون واحد هنستبدله مع البشرة الحساسة زي ما انتوا عارفين. مكونات الماسك النهاردة بتاعنا عبارة عن معلقتين من الزبادي أو الياجورت أو الرب، معلقتين كبار طبعا. معانا كمان نصف ليمونة، والناس اللي بشرتها حساسة هتستخدم ماء الورد. تمام. طبعا أنا هضيف الليمون لأن أنا بشرتي مش حساسة، فبستخدم عصير الليمون عادي جدا. ونبدأ نخلطهم مع بعض بالشكل ده. زي ما قلت لكم، لو انتي بشرتك حساسة بدل النصف ليمونة هنستخدم معلقة واحدة كبيرة من ماء الورد. ماسك جميل جدا، خفيف ورائع جدا ونتائجه، بس لازم تعمليه بالطريقة اللي انا هقولك عليها، مش بالطريقة العادية. يعني في طريقة معينة كده هنعمل بيها الماسك عشان نستفيد اكتر استفادة. ادي الماسك بتاعنا. طيب هستخدمه ازاي؟ اول حاجه هنغسل بشرتنا بالميه والصابون كويس وننشفها، وبعدين بنبدا نوزع الماسك على البشره كلها، ونسيب الماسك على البشره لمده 20 دقيقه. اول ما يبدا الماسك ينشف هبدا ادي للبشره طبقه تانية من الماسك بتاعي. يعني هحط الماسك مرتين ورا بعض، مش هغسل البشره من الطبقه الاولانيه، لا هحط عليها او هضيف عليها مرة تانية طبقة تانية من الماسك، وهسيب عليها لحد برضو تلت ساعة او نص ساعة حسب ما هيجف او هينشف معايا. طبعا بعد كده بتبدأي تغسلي بشرتك بالمية الدافية بشكل جيد، وبعد كده بتبدأي تجيبي قطنة مبللة بماء الورد أو مكعب تلج من ماء الورد أو حتى ماء الورد البارد، وبتبدأي تمسحي بشرتك بيه كويس جدا. في ملحوظة بس مهمة، الناس اللي بتحب يعني الماسك يتحط على الرقبة كمان، هتستخدمي الماسك من تحت لفوق، هتاخدي من الرقبة وتطلعي لفوق مش من فوق لتحت. تمام. ولو حطيتي الماسك على رقبتك، طبعا منطقة الرقبة او منطقة الرقبة ما بيتحطش عليها مكعبات تلج، يعني بتمسحيها بس بقطنة مبللة بماء الورد. ما ينفعش نحط مكعب تلج على منطقة الرقبة عشان ما يحصلناش احتقان في الزور او مشاكل. بعد كده طبعا بعد ما بنبدأ نمسح بشرتنا بماء الورد، بتسيبيه لحد ما يجف تماما على البشرة، وبعدين بنبدأ نجيب الكريم المرطب بتاعنا ونبدأ نرطب بشرتنا. طيب بترطبي بشرتك بإيه، أو المفروض إيه المرطب اللي أرطب بيه بشرتي؟ طبعا لو انتي بشرتك جافة أكيد لازم نرطب بشرتنا بحاجة عالية. يعني مثلا نرطب بشرتنا بزيت الزيتون لو انتي حابة تستخدمي زيت الزيتون. وكمان اصحاب البشرة الحساسة بنصحهم بشدة باستخدام زيت الزيتون، لانه بيرجع البشرة من حساسة العادية، بيبدأ يقوي طبقة الجلد اللي هي بتكون رقيقة جدا دي بتاعة البشرة الحساسة، وبيبدأ يخليها مع الوقت تبقى بشرة عادية. يعني انا انصح باستخدامه قبل النوم يوميا لاصحاب البشرة الحساسة. ولو انت حابة كريمات، طبعا نيفيا بدون منافس، هو المفيد لأصحاب البشرة الجافة لأنه قوي. لو عايزة حاجة طبيعية كمان لكنها مرتفعة الثمن شوية، زبدة الشيا. زبدة الشيا رائعة جدا وجميلة جدا بالنسبة لأصحاب البشرة الجافة، لكن حاولي تضيفي عليها زيت جنين القمح أو زيت اللوز الحلو وتخلطيهم كويس. يعني خلي النسبة 1:2، يعني هتضيفي مثلا معلقة من زبدة الشيا عليها معلقتين من الزيت. وطبعا رائعة جدا جدا، بتعالج التجاعيد، بترطب البشرة ترطيب عالي، كمان بترطب الشعر. يعني زبدة الشيا من الحاجات الجميلة والرائعة جدا جدا ومفيدة جدا للبشرة. ويقال عنها الذهب الإفريقي لأنها كنز فعلا بالنسبة لإفريقيا.
برضو أصحاب البشرة الدهنية، زيت اللوز الحلو رائع، زيت جوز الهند رائع، كمان عندك كريم بونز، كريم دوف، كريم جونسون، كريم إيفا للبشرة الدهنية. أصحاب البشرة المختلطة هياخدوا نفس نهج في الشتاء، نفس نهج أصحاب البشرة الجافة، وبرضو العادية نفس الحكاية، وفي الصيف هياخدوا نهج أصحاب البشرة الدهنية. إن شاء الله تستفيدوا من الموضوع، وإن شاء الله يجيب معاكم نتائج رائعة. الماسك ده على فكرة ينفع نستخدمه بشكل يومي، مفيش منه أي أضرار ولا أي مشاكل، بالعكس هو مغذي ورائع جدا للبشرة. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتم معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل وصفاتي اول باول. وصفاتنا كلها بسيطه في متناول ايد الجميع. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.